زعما ماشي مبقاش فيك الحال ملي كتشوف بحال هاد المناظر بحال هكا، واش ما كيبقاش فيك الحال فاش كتشوف الشباب بحال هكا كيهجر من البلاد ديالنا وكيهرب بحال هكا؟ راه هروب جماعي من البلاد. الا كانوا قالوا 1000 انا كنظن راه يمكن كاين كثار، حيت كاين اللي كيتصور وكاين اللي ما كيتصورش. مي بغيت نقول واحد الميساج لديك يعني الاحزاب السياسيه وديك المسؤولين اللي عندنا في البلاد. واش ما يعني ما كيطيحش في راسكم هكا؟ ما كيجيكمش واحد السؤال ديال شنو واقع؟ شنو المشكل؟ علاش هاد الناس هادو كيهربوا من البلاد بحال هكا؟ علاش هاد الشباب اللي هما الثروه ديال البلاد كيفكروا بهاد الطريقه بحال هكا؟ علاش طفل عنده 10 سنين او لا قل او لا كثر شويه كيفكر انه يهجر من البلاد؟ ما كيفكرش انه يقرا ويوجد راسو باش يكون واحد يعني واحد الشيك ديال المستقبل نقدروا نصرفوه في المستقبل؟ علاش كيفكروا بحال هكا؟ واش زعما ما كيبقاش فيكم الحال؟ ما عندكمش ضمير؟ ما عرفتش اش غادي نقول صراحه الله. هادشي كيبقى دائما بسببكم انتم، لانه سوء التنظيم ديال البلاد والقرارات الخاطئه واللي ماشي في مصلحه البلاد، اللي كتكون في بعض الاحيان وغالب الاحيان في المصلحه الشخصيه ديالكم نتوما، هي اللي وصلتنا لهاد الحاله بحال هكا. اننا نشوفوا هاد الشباب كيهربوا وكيفرحوا وكيرفعوا اشاره النصر، رغم انهم ما عارفينش شنو كيستناهم، رغم انهم دايرين واحد الغلط كبير في الحياه ديالهم. ما غاديش نقول لك راه اوروبا ما بقى فيها ما يدار ولا ما عندكش الدبلومات وما عندكش اللغه وكذا، يعني ما غاديش تقدر تسير راسك ولا الحياه ديالك، وغادي تمشي في واحد المنعطف اللي انت ما غاديش تقدر تسير فيه راسك. مي هذا لا يعني انه الفرص موجوده في البلاد الاخرى. لهذا كنقول لكم راجعوا نفسكم، حيت الا بقينا على هذه الحاله هكا راه ما يبقى حتى واحد في المغرب. باب الهجره تفتح وعلى مصراعيه، لانه كاين بزاف ديال التساؤلات كيفاش انه الامن الاسباني وحرس الحدود نورمالمون ما بغيتش نقول ما داروش خدمتهم، مي غريبه انهم يستقبلوهم بهذا الحضن المفتوح بحال هكا. وزيد عليها عندنا واحد الهجره من افريقيا، يعني كتدخل واحد الهجره في شكل وكتخرج الشباب ديالك مع الوقت. فكر انت، الله يدير شي تاويل هادشي اللي غادي نقول.